السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ نعمل الطحينة حبايبي، بدل ما نجيبوها من بره. ده كيلو حبايب قلبي انا عاملاه. بسم الله ما شاء الله. حبايب قلبي من كوباية دقيق وان شاء الله هشوف المكونات كلها معايا، والسمسم والسوداني حاجة جميلة جدا، ولونها يختلف عن اللي بنجيبوها من بره حبايب قلبي، علشان دي حاجة احنا عاملينها في البيت. شايفين لونها عامل ازاي حبايبي؟ ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ ونشوف كل الحركات كل التكات معايا واحده واحده باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايبي جايين مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض الطحينه حبايبي في البيت، افضل من ان احنا نشتريها من بره. علشان انا رحت اجيب من بره حبايبي لقيتها ب120 جنيه الكيلو. طب وعلى ايه يا حبايب قلبي؟ احنا نعمل الحاجه في البيت وانضف واحسن، ومكوناتها كلها موجوده في البيت ان شاء الله. مكوناتها ايه يا حبايبي؟ زي ما انتم شايفين معايا كده، كوبايه سمسم متحمر و... ودوت سوداني حبايبي، بس انا كنت جايباها للحشو. برضو هنحمصه. وكوبايه دقيق وكوبايه زيت، كله بنفس الكوب المعياري حبايب قلبي. معلقه سكر، نص ذره ملح. ماشي حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين معايا. دي المكونات. هنسمي الله حبايبي. معانا طاسه ما بتلزقش فيها الحاجه. هنسمي الله ونحط فيها السمسم زي ما انتم شايفين كده، ومعاها السوداني، وهنرفعهم على النار. هما كده كده حبايب قلبي متحمصين، بس هنحمصهم تاني علشان خاطر لو فيهم رطوبة ولا حاجة يبقى احنا طيرنا منهم الرطوبة، عشان لما نعمل المكونات بتاعتنا حبايبي يبقى كده احنا كل الحاجة معانا تمام. ماشي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ان شاء الله حبايبي باذن الله هنرفع الحاجة على النار. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشتركوا في القناه واعملوا شير للفيديو لو الفيديو عجبكم. يا رب ان شاء الله اي حاجه اكون بعملها تكون بتعجبكم، والفيديو نول اعجابكم. خليكم معايا يا حبايب قلبي. بص حبايبي كده على نار هاديه. طبعا ايه مش عشان ما يتحرقش مننا. طبعا كده كده السمسم متحمص والسوداني متحمص حبايب قلبي. احنا بس مجرد ان احنا بنطير منه الرطوبه بس. ماشي. بيبقى مع عند الراجل او عندك في التلاجة. لازم نحطها على النار على اساس ان هو يدفى بس معانا حبايبي. كده زي ما انتم شايفين بنطير منه الرطوبه. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، بتدينا كميه كبيره جدا جدا. واوفر من ان احنا نروح نشتري من بره حبايبي. يعني الكوبايه ديت هتجيلها ايه؟ هتجيلها ربع سمسم، ربع السوداني. هتعمل لنا كميه ان شاء الله حبايبي باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. خليكم معايا يا حبايبي لما نوصل لمرحله تانية ان شاء الله واحس ان هم سخنوا ان شاء الله باذن الله هنرجع مع بعض تاني. خليكم معايا. بص حبايبي كده السمسم والسوداني يعتبر ايه ريحتهم طلعت حبايبي، بمعنى ان كده يبقى ايه، يبقى تمام التمام. الريحه ايه بتاعتهم يعني كده يعتبر اتحمصوا. انا مش عايزاهم يتحرقوا حبايبي، ولا عايزاهم ايه يبقوا محروقين. كله زي بعضه زي ما انتم شايفين كده. هنسمي الله بقى ونفضي عليهم كوبايه الدقيق كده. ماشي عشان برضو نطير منها الرطوبه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. برضو هنحمص الدقيق. مش هنحمصه يعني، هو مجرد ان يدفى برضو معاهم ان شاء الله باذن الله. الدقيق بقى ليه يا حبايب قلبي؟ الدقيق علشان خاطر ما يخليش السوداني والسمسم لما نيجي نضربهم. الدقيق بيساعد ان هو ما يطلعش الزيوت بتاعته في قلب المطحنه ويبقى مش حلو. ماشي حبايب قلبي. احنا كده باذن الله يكفى بس معانا الدقيق هو كمان. وكده هنشوف بقى احنا هنكمل نعمل الطحينه ازاي حبايبي. بس بيدينا كميه حلوه جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. خليكم معايا يا حبايبي. هرجع معاكم تاني لما نوصل لمرحله تاني. بص حبايبي كده انا حمصت الدقيق مع السمسم مع السوداني زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بالمقادير كلها في قلب الكبه عشان ايه هنطحنهم مع بعض. ماشي حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. هتقولوا لي معلقه السكر وحبه الملح الايه، ماده حافظه حبايبي، عشان الطحينه تقعد معانا. بتقعد بره التلاجة لمده سنه ما بيجرالهاش حاجه.
هتقولي ممكن تفصل، عادي كل الطحينه بتفصل، مش يعني هتفصل ان الزيت يبقى لوحده والطحينه لوحدها، عادي احنا بنجيبها وبنخليها في قلب بتبقى بالبرطمان وبتعمل كده عادي. حبايب قلبي خليكم معايا. بص حبايبي طحنته لحد زي ما انتم شايفين كده بقى كله ايه ناعم كده زي ما انتم شايفين. هنسمي الله بقى يا حبايبي كده، وهنجيب الخلاط وهنحط فيه معلقه السكر وحبه الملح وكوبايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنسيبهم مع بعض حبايبي. هحطهم في قلب اشغل الخلاط عليهم يتضربوا كده حبايبي ان شاء الله، ونرجع مع بعض تاني. خليكم معايا. بصوا حبايبي هنفضل نضرب في انا عايزاه يفتح الزيت كده، يفتح مع السكر والملح. السكر والملح حبايبي زي ما احنا متفقين ماده حافظه ليها ان شاء الله. هنفضل نضرب فيهم شويه وبعد كده نبدا نحط في المكونات اللي احنا عملناها مع بعض. خليكم معايا يا حبايبي. بصوا حبايبي كده ضربنا السكر مع الملح مع الزيت. هنسمي الله بقى كده حبايبي ونحط نص الكميه كده. بص حبايبي كده انا ضربت ولسه هكمل بقيه الضرب لما نزلت بقيه الكميه. خليكم معايا. بص حبايبي بسم الله ما شاء الله، شايفين الطحينه حبايب قلبي؟ شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. حتى اللون يختلف حبايب قلبي عن اللي بره. اللي بره ما بتبقاش على فكره، بتبقى اغلبيتها دقيق. دي عشان السمسم متحمر، سمسم احمر والسوداني طبعا متحمر. فبسم الله ما شاء الله حبايب قلبي جميله جدا جدا، وريحتها ولا طعمها يا حبايبي جميله حقيقي بامانه. يا ريت تجربوها ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين يا حبايبي من كوبايه سمسم وكوبايه دقيق وكوبايه زيت والسوداني عملنا برطمان حبايبي. البرطمان ده كيلو حبايب قلبي، البرطمان ده كده كيلو، بدل ما نجيبه كيلو ب120 جنيه. طب ما احنا نعمله في البيت افضل يا حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب ان شاء الله. تجربوه يطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه وتحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتصلوا على رسول الله يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.